السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل وصفة سهلة مع بعض. ازاي نستخدم المسحوق العادي في الغسالات الاوتوماتيك. اول حاجة بجيب اي نوع مسحوق عادي، زي كده. انا هنا هستعمل برسيل وبستخدم معاه بيكربونات الصوديوم اللي احنا كلنا عارفينها باسم الكربوناتو. بجيب نص كوباية كربوناتو وبحطها على كيس المسحوق وبقلبهم مع بعض وبستعملها في الغسالة العادية كده. بقى مسحوق اوتوماتيك. ليه بقى المسحوق العادي بيبقى فيه مواد كيماوية اعلى، وممكن تعمل تآكل في الكاوتش بتاع الغسالة او في الحلة الاستانلس، او يعني بيضر الغسالة. فلما نحط الكربوناتو عليه هيخفف شوية من المواد الكيماوية، زائد ان الكربوناتو ديت بتساعد على نظافة الغسيل. بتديله نظافة وبتفتحه بالذات مع الابيض. كده بقى عندي مسحوق اوتوماتيك. طبعا الوصفة سهلة وبسيطة ومفيهاش مكونات كتير. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.